السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم كراسي السفرة اللي كنا مصورينها من قبل وقلنا إن هي هتتفور تماما وهتتنجد من أول وجديد. ودي شكل الكراسي بعد ما اتنجدت. الكراسي دي طبعا الظهر بتاعها كنز فمش هينفع يتنجد، وغير كده العميل أصلا مش عايز ينجد الظهر، عايز ينجد قاعدة بس. فايه اللي حصل في القعدة؟ اللي حصل في القعدة إن هي اتفورت تماما، وبعد كده اتشد عليها أستك من النوع النضيف، وقلنا إن الأستك اللي بنشتغل بيه هو البرنس أو الدولفين. وبعد ما تشد عليها استك بيتحط عليها طبق السفنج كده في النص، يعني قطعة مربعة كده بتتحط في النص عشان تديلي البومبي لما احط السفنجة بتاعتي من فوق. واتحط عليها كمان سفنج كثافة 45، ارتفاع حوالي 7 سنتي او 7 سنتي. وبعد كده اتشد عليها القماش من فوق، فبتطلع معانا الكراسي بالشكل دوت. واللي بيدي النفخة او البومبي دوت هي قطعة السفنج اللي بتتعمل من تحت، طبعا بتتقفل بالعبك من تحت. ودي باقي الكراسي طبعا احنا كافيينها كده او حاطينها فوق السفنج كده عشان ما تاخدش مساحة في المحل، وبيطلع شكلها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا في ناس كانوا بعتين لنا وقالوا ان المنجد عامل لهم الكراسي مسطحه، يعني ما فيهاش البومبي اللي انتوا شايفينه ده. فده القطعه اللي بنحطها دي هي دي اللي بتعمل